النادي الاهلي ومباراه السوبر اللي الحديث فيها لن ينتهي، ولكن مع الناقد الرياضي الكبير استاذ مينا يونان. اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ صالح. بطوله تضاف لبطولات النادي الاهلي السوبر. اكيد طبعا المصري. اكيد بطوله شكلها حلو والمفروض نشكر بيراميدز ان هو لحق الموقف بتاع نادي الزمالك. لا انت صوتك واطي، مش زعلان يعني شكلك. لا انا طبيعي ان انا زعلان، من الشكل العام اللي حصل في زعلان على فريقك الاول. اكيد طبعا. يعني انا خلفيتي الراجل زملكاوي وانا ما بنكرش زعلان ان الزمالك ما راحش. زعلان ان الزمالك ما راحش، بس انا بأيد قرار مجلس الاداره طبعا. يعني ده ابسط حقوقنا. يعني ايه لعيب مثلا يقعد 4 شهور عشان يتبت في امره؟ ما هو لما امام عاشور هو الاعتراض ما كانش على دي، الاعتراض الزمالك لما انسحب ما قالش انا بنسحب عشان لعيب اتبت في امره، قال ان انتوا عشان اديتوني القرار ساعه نفسه، اديتوني ساعه ان اجهز نفسي ان انا اروح. عشان قبلها عشان القرار، وبعد كده عشان لا يليق بنادي الزمالك. معلش يعني انت لو هتخاطب مركز شباب مش هيبقى تديله ساعه. اختلف معاك لان الزمالك عارف ان هو هيلعب السوبر من شهر تقريبا او اكتر، وان خلاص السوبر المصري هيبقى في الامارات بالاهلي والزمالك، فانا عارف كده فبستعد ومجهز نفسي، مش مستني مخاطبه، انا جاهز. مش قيمه نادي الزمالك ان انت تديله ساعه ما اعرفش انت لو ما ردتش احنا هنقطع رقبتك. حملته الموضوع اكبر. المنظومه الكرويه فيها حاجه برضه، ولكن خلي بالك ان اسم مصر كان اكبر من ان الزمالك يعترض، لان المفترض ان انا رايح الامارات بلعب في ملعب بره مش في مصر قدام الناس اللي في الامارات والناس في العالم اللي نقلت بالقنوات. تمام، وانا اتفق مع حضرتك. كان مفترض ان انا اجي، حتى لو انتوا شايفينها كده، اجي على نفسي عشان العب. ما تقولش بيراميدز انقذ الموقف، ما انا لازم اقول كده. ما هو بيراميدز هو اللي في الاخر راح، هو اللي الماتش تم على اسمه هو النادي الاهلي، فطبيعي ان انا اشكر النادي. ايه رايك في الماتش؟ الماتش كان فظيع بصراحه. احلى سوبر صح؟ من احلاهم. احلى سوبر مصري. احلى سوبر طبعا بتاع 2-1 برضه في الامارات، وكان بيلعب كهربا والزمالك فاز فيه. اقوى سوبر مصري بشهاده الجميع هو السوبر. هو حلو، انا ما بكذبش وما بقولش وما بنافقش، هو حلو فعلا. كان ماتش ممتع جدا رغم قله الاهداف، ان هو هدف واحد ومن ضربه جزاء، بس هو كان ماتش تحفه. وبعدين يعني اول سوبر يبقى فيه اكسترا تايم ويبقى فيه نديه بالشكل ده ويبقى فيه 2 مديرين فنيين عمالقه، الاثنين عمالين يفحروا لبعض يعني خطط ويعملوا. عاجبني كولر مع النادي الاهلي. كولر عمل شغل. يعني انا تشيكو برضو كان عامل انا لو شغل. تفتكر لما كنت بقول القصيده بتاعت بيمشي على سطر ويسيب سطر، لا كولر مع النادي الاهلي عامل شغل كويس. ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي، حتى لو انا محب النادي الزمالك فطبعا ده حقه. صراحه الاهلي لما بيروح في اي مكان الجمهور بيملى مقاعد اي استاد في العالم. كان الجمهور شكله كان حلو. انا شايف ان الخاسر، انا يعني شهادتي هتبقى مجروحه، ولكن الخاسر الحقيقي في الموضوع الزمالك، ان كان ممكن مركز تاني خد $500,000 في ظروف الزمالك صعبه. وليه حضرتك معلش بتاكد ان هو يبقى مركز تاني؟ لو انا بقول لو بس على فكره يعني لو الزمالك كان راح يعني هياخد مركز تاني. لو عذرتك اهلاوي. لا شوف، مش مساله كده والله. كابتن علاء عزت، بس عشان احنا كنا اختلفنا انا وهو على الهوا الحلقه اللي فاتت وقلنا ان الماتش مش هيتلعب، وهو قال الماتش مش هيتلعب وانا قلت له لا الماتش هيتلعب والاهلي هياخد البطوله كمان. كابتن علاء عزت اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك وتحياتي كل المشاهدين. لازم تقول ان انا كنت على حق. طبعا انا كنت السيناريوهات اللي حصلت دي بصراحه يعني، ولا يعني الفريد هيتشكوك المفروض يسقف للكره المصريه، والله لدراما الكره المصريه. يعني الفريد هيتشكوك ما يقدرش يالف دراما زي دراما الكره المصريه دي ابدا. يعني التحولات واللي بتحصل وكل دي حدث. يعني خلي بالك ان برضو الاهلي كبير قوي، اتحاد الكره المصري برضو يعني احنا الكبار قوي، فحدث زي ده مش ممكن هنسيبه يعزف عزوف كده جانح. فانا من هذا المنطلق قلت لك وتحديت على الهوا الماتش هيتلعب، والثقه في الفريق اللي بحبه النادي الاهلي ان الاهلي هياخد السوبر. الكلام ده ما بيعجبش الكابتن مينا يونان. طب خلينا الاول بس نبارك لجمهور النادي الاهلي على سوبر تاني، سوبر افريقيا لكره اليد. النادي الاهلي منذ قليل فاز على الزمالك في المباراه النهائيه بس بقى ما تخليش مينا يزعل. لا ده انا بقول لحضرتك خبر 27-24 وبكده النادي الاهلي ذوب بالسوبر افريقي للمره الثانيه على التوالي وتاهل في كاس العالم للمره الثانيه على التوالي. وكابتن مينا بيبارك اهو زيك بيبارك. وانا طبعا ببارك للنادي الاهلي طبعا والجمهور ولحضرتك يا استاذ علاء. ربنا يخليك. بس انا افتكر حضرتك لما توقف امام عاشور حضرتك كنت بتقول ان هو لازم يتوقف لحد نهايه الموسم، لما كنت حضرتك بتطلع مع استاذ في قناه، ينفع اقول اسم القناه؟ اون تايم سبورت.
ايوه بالظبط كده. وحضرتك قلت ان هو المفروض كانت واقف لحد نهايه الموسم، برضو كان المفروض يعني اتحاد الكوره ياخد موقف او لجنه الانضباط. والله يا استاذ مينا، والله انا اتمنى يكون عندنا لوائح ثابته وتطبق على الجميع. انا بصراحه يعني ضد التفرقه في العقوبات. بس انت يا استاذ مينا حضرتك عارف كويس جدا ان اللوائح عندنا تتغير من يوم وليله. يعني انا ما اعرفش، يعني احنا بالتالي بس دي اللوائح عندنا احنا بس يا استاذ علاء. انا شايف يا كابتن علاء ان حتى يعني لو خدت بالك من تغيير الكهرباء كان متاخر وكان ممكن ما يلعبش. انا شايف ان ده حتى كان توجه فني من ناحيه النادي الاهلي يعني. بالظبط، يعني كانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا. احنا كلنا توقعنا ان كهرباء هو اللي يبدا من البدايه. الراجل طبعا مستر كولر فاجئنا بتغييرين كبيرين جدا. الاولى انه يلعب محمد شريف راس حربه بدل من كهرباء، وان يلعب القندوسي من البدايه على حساب اليو ديانج في غياب عمرو السوليه. دي كانت مفاجاه بالنسبه لنا. احمد القندوسي ابتدي، لكن عرفنا بعد كده ان السبب الرئيسي في ان احمد القندوسي يلعب ان الراجل وصلت لمعلومه مؤكده ان رمضان صبحي مش هيلعب جناح. رمضان صبحي لاعب بيراميدز مش هيلعب جناح، هيلعب قلب هجوم. فالراجل غير من خطته في اخر لحظات وخلى القندوسي يكون مراقب او يلعب هاف ديفندر مع رمضان صبحي وتفوق عليه بشكل كبير جدا. طمني على متولي. لا زي الفل بكره ان شاء الله باذن الله. بكره التدريب الاخير للنادي الاهلي. لا النهارده اجازه وبكره اجازه. يوم الثلاث يكون في تدريب اخير قبل السفر باذن الله. النادي الاهلي مسافر تونس باذن الله يوم الثلاث. متولي سليم مليون في المية، مفيش اي مشكله خالص. هيكون مع القايمه وهيتمرن بشكل طبيعي جدا جدا. خلاص اللاعب في افضل حالاته، ما عندوش اي مشكله خالص. وحتى بعد العوده من الامارات الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله خد رحله المستشفى قريبه من مطار القاهره وعملوا له كشف على المخ والراس، فطلعت النتيجه سليمه 100%. هيكون موجود. هو بس الاستثناء الوحيد بس هيكون غياب باستمرار غياب عمرو السوليه ورامي ربيعه عن رحله تونس لعدم اكتمال الشفاء من الاصابه يعني. ولكن السوبر ده يعتبر يعني اطمئنان للاهلي والجمهور الاهلي لما هنروح للترجي ان شاء الله يوم 12. بالتاكيد طبعا بيدي قوه دفع معنويه. يعني انت حضرتك لما تروح وانت واخد بطوله بحجم بطوله كاس السوبر اكيد بيكون لها قوه دفع معنويه. وما كانش سوبر عادي، خلينا نعترف ان كانت مباراه عاليه قوي، عصيبه جدا. جمهور النادي الاهلي كان يعني قلقان جدا ان الاهلي يخسر البطوله دي قدام فريق مش محبوب لدى جمهور النادي الاهلي. يعني لا اخفيك سرا، يعني لو كان المنافس نادي الزمالك والاهلي خسر من الزمالك كان جمهور الاهلي هيزعل بس هيعتبر امر عادي ان المنافس قوي بحجم نادي الزمالك. فاكر الحلقه اللي فاتت سالتك قلت الترجي هيبقى في اجراءات من الكاف ضده ولا؟ بالظبط انا قلت لحضرتك اكيد هيكون في عقوبه ضد من الاتحاد الافريقي. وبالفعل العقوبه صدرت بايقاف بحرمانه من جماهيره 4 مباريات، ف2 هيتنفذوا و2 مع ايقاف التنفيذ. فدي فرصه النادي الاهلي يلعب الترجي بدون جماهيره. وانت عارف طبعا شمال افريقيا سلاحها الاساسي هي الجماهير، يعني الرجاء والوداد والترجي والافريقي دي سلاحها الاساسي الجمهور. يعني ده الجمهور عندهم اللاعب رقم 1 مش رقم 12. النهائي ان شاء الله يبقى صن داونز والاهلي باذن الله. كابتن علاء عزت اشكرك الف شكر. هتبقى معانا ان شاء الله الحلقه الجايه عشان اقول لك ان النهائي هيبقى صن داونز والاهلي والكاس للاهلي باذن الله عشان نروح كاس عالم ونعمل جينيس ريكورد جديد النادي الاهلي. اشكرك كابتن علاء عزت. اهو واحد اهلاوي اهو قال لك انا مش مع اللوائح اللي بتتغير من يوم وليله لصالح نادي او لصالح او تبقى موجهه لحد بعينه. ما غيرتش لصالح نادي. ما خلينا اكلمك. طب ما عندك رمضان صبحي مثلا رفض الممر الشرفي ورفض. طب حضرتك اللي هيشوفها مثلا ازاي؟ يعني. ما هو امام عاشور اتطبقت عليه العقوبه، ولما نزلت العقوبه قالوا لك يتوقف لحد ما يتبت في امره في الاستئناف. صح ولا غلط؟ انا شايف انا حتى قلت للكابتن علاء قلت له ان في عبث. الكابتن محمد فضل طلع مع الكابتن احمد مدحت شلبي قال لك في عبث في المنظومه، في عبث في اتحاد الكوره. حضرتك انا في ايطاليا بحجز الماتش قبلها ب3 شهور، بروح عارف. انا كان ليا واحد صاحبي الله يمسيه بالخير يعني كان لسه هيحجز التيكت بتاعه الطيران وانا حاجز له الماتش هناك، هو جاي لي من مصر قبلها ب3 شهور. انا اتفق معاك طبعا كل الاتفاق ان لازم المنظومه تبقى موحده وماشيه طبعا. ولكن ده مش معناه ان في خلل في الحته بتاعت احنا يمكن كهربا من كتر الكلام عليه يعني عادي بنبدا كهربا ما بدناش كهربا يعني لعيب يتعاقب بعد الموقف. تفتكر ان كهربا حضرتك احنا بنقول تجمل بالاخلاق في كل القنوات في اعلان كده بيقول تجمل بالاخلاق. تجمل بالاخلاق كده خدتني ورحتني لفين؟ ماشي. ينفع اللي عمله كهربا او المنظر اللي عمله كهربا. انا ما عنديش ضغينه الكهربا. ما علقتش على الشيبي ليه واللي عمله الشيبي في الفيلم
الفير بلاي. الشيبي عمل ايه؟ احنا لو هنرجع بالذكريات لسنه 2011 الذكريات، كلمني على الواقعه بتاعت الشيبي. يعني الفير بلاي ان هو الشناوي عنده اللاعب واقع في الارض. الغلط على الشناوي والغلط على علي معلول. ازاي يا كابتن علي يا معلول ويا كابتن محمد الشناوي؟ ما ينفعش الكوره مش بالضرب، الكوره ما ينفعش تمد ايدك على زميلك. علي معلول ضربه بالقلم؟ لا ما حصلش، حصل كل الناس ولكن هو الشيبي هو اللي خد الكوره. مع احترامي كامل ليهم، انا بحبهم هما الاثنين، لعيبه دوليه ومحترمه جدا. الفير بلاي ما بقاش بالمزاج دلوقتي، الفير بلاي بقى احد القوانين المجزمه. يعني ما ينفعش بمزاجك انك الكره احنا بنطلعها بره عشان في لعيب واقع. اديك شفت هل هو عشان ما عملش الفير بلاي المفروض ان كابتن محمد الشناوي يضربه برجله؟ ما حصلش عقاب وعلي معلول يديله بالقلم؟ حصل اعتراض لكن ما حصلش عقاب بالشكل اللي بتقوله ده. ازاي؟ طيب ده دخلوا عليه ضربوه. عامة لو ده حصل كان في اتحاد كوره وفي كاميرات وفي دنيا وفي نقاط. هنشوف الايام القادمه طبعا، بس نرجع ونقول مبروك للاهلي، بس دي اهم حاجه. وان شاء الله نبارك للترجي ان شاء الله، ان شاء الله، والاهلي ياخد البطوله ال11 في تاريخه، واحنا كلنا ورا الاهلي طول ما هو بيلعب بره مصر. هو ده اللي انا بحبه فيك الكابتن مينا يونان. طبعا انا عارف اللي مش من قلبه، بس هو قال الكلام ده واحنا بره الهوا تقريبا بنمسك في بعض. مبروك للاهلي، احنا وراه كلنا طبعا، ده كله هزار، احنا بنهزر طبعا. الزمالك لو هو اللي بيلعب في افريقيا كلنا هنبقى وراه برضو.